السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غنتكلم على سمية الزوجة الثانية وإيمان اللي واحد الضجة اللي كبيرة، اللي قال لك اسيدي حصلت الزوج ديالها تيخونها. قال لك القصه وما فيها، هي القصه طويله. قال لها حقه ما حقاش، راه التلفازه فرحانه هادي جاي يركبها لها، حقه التليفون ساف الدار صونا التليفون. قال لك النوبه الاولى ما جاوبتش، النوبه الثانيه هزت التليفون جاوبت. قال لك لقات هذاك السيد اللي ركب التلفازه هكا. قال لك هي صورت بديك ايفون ديال الزوج ديالها، قالت لك اللي تيعجبها هي ويا ريت تشريه. ما ان حنا اختي شفنا المشاريع اللي كنتو تديروا انتي والزوج ديالك والزوجه الاولى والزوجه الثانيه، راه تبارك الله تشري ايفون والزياده، راه تبارك الله بارطمان 3 والبارطمان الواحد. ودابا اللي تتقول السيده كما تتقول هي دا لولادها ومشى مع الزوجه الاولى. هاد القضيه دا لولادها بزاف الناس اللي ما فهموهاش، وما اخر قال لك كيفاش دا لولادها؟ ما عندوش الحق ابدا باش يدي لها ولادها، راه هذوك ولادها ومن حقها هي تربيهم. ثاني حاجه قال لك هي غتحط سكرينات ديال الميساجات ديال الخيانه اللي لقاتو اللي ما غتصبرش عليها. دابا غنشرح لكم وغنهضر معكم بالواقع، بانك انت دخلتي على الزوجه الثانيه ماشي الاولى. ما ان في الصراحه باش دخلتي على داك المراه الاولى اللي كما قلتي انت على قبل الوليدات، اختي توقعي اي حاجه. شوفي، ما انك النهار الاول باش عرفتي السيد مزوج وعنده المراه الاولى، وهذيك ما تدخليش هذه المرحله اللي تتقولي انت ما نقديش انا نصبر عليها وما نقدرش نعيش انا في الدل وما نقدرش. ما ان ديك الزوجه الاولى حتى هي عاشت نفس المعاناه ونفس كما تزوج عليها هي غيتزوج عليك انت، كما تزوج عليها هذيك غيتزوج الرابعه. ما ان تبارك الله راه عنده المشاريع، السيد عنده بارطمات، عنده الدار، هادشي كامل كما تتقولي درتوه انت وايمان الزوجه الاولى. نهار شوفوا هذا الكوبل هذا كان دار واحد الضجه كبيره، كانوا جابوهم في جميع ندوات الصحفيين وبداو يديروا معهم الحوار. وشكون اللي طلع هاد الناس هادم؟ شكون طلعهم؟ اصحاب القنوات واصحاب الصحافه هما اللي طلعوا هاد الناس هادم. بزاف الناس قال لك هادشي كله تمثيليه دايره سميه وايمان باش يطلعوا التفاعل. هادشي كله كذوب. وكيفاش هي دات الدراري وسافرت بهم لمراكش، ايمان تتقول لك انا هاد الشيء ما عنديش معاه وهاد التبرهيش وهاد. علاش اختي انت ما عشتيش داك الشيء اللي عشتو هي؟ ما ان انت عادي بالنسبه لك، انا باش نكون واقعيه عادي بالنسبه لك حيت انت اصلا عشتي داك المرحله دزتي منها. ما انك انت علاش ما همكش؟ ما انك انت لقيتي 4 الوليدات ولا 3 ما ولدتيهمش انت، ما ضربتيش عليهم تماره باش نكونوا صريحين. حيت راه قاصحه باش يجي الواحد ويشهد في واحد ولا تيقول لك انا ماشي شغلي ولا انا الدراري ما تيبغيونيش وانا لا ربيتيهم. هذوك الدراري راه تيبقاو ولادها وما عند حتى واحد الحق واش يحيدهم ليها، راه باش نكونوا صريحين. وثاني حاجه السميه، سميه كما تتقول انا صبرت وهذيك، ولكن هذا الشيء ما نصبرش عليه. شوف اختي سميه، النهار الاول باش دخلتي في هذه العلاقه وعرفتي السيد مزوج، عارفي راسك غدوزي بجميع المراحل الصعيبه. حيت اصعب حاجه هي تزوجي بالزوج وهو مزوج. كيفاش هاد الزوج غيكون ليك انت كما تقولي انت وغيكون عليك انت وهو عنده الزوجه الاولى قبل الحياه ديالو؟ وقال لك باش صارحاتو السيد استقبلهم عادي، قال لا انا راجل ونتير. لا اسمح لي، ماشي انت راجل دير اللي بغيتي، راه حتى داك العيالات راه عندهم حقوق عليك. كيفاش انت راجل دير اللي بغيتي؟ الا ما كنت راجل دير اللي بغيتي ما تزوج بنات الناس، ما تزوجهمش وتضيعهم معاك، ما تزوج بنات الناس وتضحكوا عليهم. كما انت هي اللي تقول هذا الشيء، انا عين نشرح لك. ما ان انت تتقول ندير اللي بغيت راجل، اسمح لي ماشي راجل دير اللي بغيتي، ماشي تزوجي هذه وهذه. الا انت دير اللي بغيتي ديك الساعه جي ناقش معاها، قول انا بنت الناس بغيت نتزوج واشنو واشنو. ماشي نتايا عندك وحده هنا وحده هنا وحده هنا وهي تتقول لك هذه يلاه ناوي تتعرف عليها. ما انك انت ناوي تزيد الثالثه، ما انك مزتي الثانيه، هذاك تصارحها. قال لك هادشي اللي بقى في سميه ما صارحاش وهي ما تقبلش تكون الزوجه الثالثه. يا اختي كما قبلتي تكوني الزوجه الثانيه قبلي الزوجه الثالثه. ما ان انت قلتي ما تقبلتش انا هذا الشيء وهو بالبروده الاعصاب ديالو ما اهتمش. ما ان الزوج ما عمره اختي يهتم بالمشاعر ديالك، الزوج تهتم على راسو باش نكون معك صريحه، يهتم على المشاعر ديالو. ما ان انت باش حصلتي وداك الشيء حسابك غيجي يقول لك عافاك سمحي لي وانت اللي كاينه لك، ما عمرك تحلمي تشوفيها منه ابدا. واش تحلمي تشوفيها منه؟ ما انه هو ما تيرضاش بالاخطاء ديالو. علاش هو خصو انت اللي دباني غلطه وانت ما من حقكش تقلب التليفون وانت ما من حقكش تقرا الميساجات ديالو وما من حقكش اصلا تهضري. يقول لك هادشي راه توقعتيه النهار الاول باش تزوجتي به. وثاني حاجه تقول لك انا خرجت ومشيت وما والو طلع لي والو، وانا باش تزوجت به كان عنده بيت وكوزينه. دابا انت باش تزوجتي به كان عنده بيت وكوزينه وانت خدمتو، وهذيك الصراحه حنا نشوفوا اليوتيوب درتيه انت والزوجه ديالو الاولى.
اللي حتى هي درتو قناه وخدمتو، وانتم كنتو ضاربين المثل زوجي زوجتي لو هادي حتى ضربتو العين راسكم في الاخر شوها بدون شوها. بزاف الناس قال لك هادشي كله تمثيليه، حيت هادشي اليوتيوب راه توقع كلشي. باش نكونوا صريحين ونكونوا واقعيين، انا ماشي مع الزوجه ولا مع الزوج ولا مع المراه الثانيه ولا الثالثه ولا تشي. هادشي تيبقى تخربيق في تخربيق. ما ان انت النهار الاول عرفتي راسك كما تقولي خرجتي بلا دار لا دوار لا والو، سمحي لي انا ضد الفكره ما انكم كنتو تخدموا تضربوا الثمر وتشريوا هنا وهنا. علاش اختي ما درتيش مستقبل راسك ووليداتك؟ هذاك الشيء رزقك، هذاك خدمتي به، ماشي هو اللي عطاه لك ولا هذيك. من حقك انت كنتي تصوري وديروا فيديو، من حقك انت دير شي حاجه لراسك، لان هي ما كانش عوال على هادشي كما تقولوا سميه، ما كانش عوال على هادشي. وهي هادشي د الخيانه قالك حصلته شحال هادي، وقالك هي ما عمرها ما كانت تنتظر منه هكا، انه ما كتدير له كل شيء ما ناقصك. قالك تا من الطفارو كتتقطع له والله العظيم. الراجل شوفي واخا دير حبيبه اللي درتي معاه راه حتى حاجه ما تتعجبو. حاجه هذيك الثالثه اللي هي الثالثه الرابعه نفس الشيء غيوقع ليها. ما يبقاش فيك الحال يجيب لك الله زعما انت درتي وكنتي تتفعال وتهتم به وصافي هادشي غير الحمد لله ان رد لك على هادشي اخر. كاين بعض الناس يقول لك انا الزوجه ديالي ما عمرها دارت لي شي حاجه، قال لك ما خلات ما دارت معاه وعلاش يدير هادشي. وما انا متزوج على الاولى كيفاش ما يتزوج على الثالثه؟ يقولوا لي كيفاش ما يتزوج على الثالثه وكما تزوج على الاولى. سمحوا لي دابا شحال من واحد ما تيقولش نقولوا قال لك تزوج بها على قبل الوليدات. انت قبلتي على راسك، انت قلتيها براسك، جيتي باش تولدي ليه، ماشي جابك على حب ولا تزوج بك حيت بغاك، تزوجتي باش تولدي ليه الوليدات. باش نكونوا واقعيين ونكونوا صريحين، باش بنادم ما يجيش يقول لك لا الحب ولا انا تندير ليه لا نفعل ليه. النهار الاول باش تزوج بك حبيبه سميه اختي ما تزوجش بك حنت باغيك، ولا الزوجه ديالو بغاتك حنت باش تكوني معاه. تزوج بك على قبل الوليدات، ولدتي الوليدات جاب الوليدات صافي تسالى الدور ديالك. الا لهنا تسالى المسلسل ديالك صافي، قال لك انت صافي تسالى الدور ديالك، الوليدات كاينين ولدتي، وهذيك طبيعه الحال ما غتشوفيش على الخيانه. وما قال لك الزوجه ديالو الاولى ايمان كان عندها ردة الفعل ديالها مهدنه، قالت ليه سير قولها له لاش تقولها لي انا. واختي سمحي لي هو راه تزوج عليها وهي دازت من ديك المرحله. تصور واخا داك الحب اللي تيبان لكم في ديك الفيديوهات وجامعين وهذا، اقسمكم بالله ما كاينه شي زوجه الاولى تبغي الثانيه ولا الثالثه تبغي الثالثه. باش نكون معكم صريحه، هذه القضيه ديال الزوجه الرابعه يسكنوا في دار وحده ولا الحياه لا هذه، هادشي خوتي كل مكذوب. وايمان خرجت داكشي اللي في قلبها، ومازال غتشوفوا بزاف الحاجات، بزاف الناس غيتسناو سكرينات ديال الاوديوات والميساجات اللي غتحطهم اللي غتفرقع الرمانه. وخا الرمانه راه تفرقعت شحال هادي، ما ان قبل سميه ما تهضر قبل ما هذيك عارف اللي كاين، لانه هو باش غيخرج يهضر يقول لك اسيدي هي اللي سمحت في ولادها ومشات بحالها، هو ما حرمهاش من ولادها وداكشي. ولكن اختي سميه كنت انت تبكي وتقول ولادي، راه الحمد لله كاين القانون في البلاد، وكاين الام اللي تاخذ الحضانه ما يبكيش ما بدر اخو، كاين القانون كاين كل شيء. ما تخرجيش وتبدا تبكي في الفيديوهات وتقولي حق داليا ولادي، راه الاولاد تيمشيو مع الام ديالهم. راه هذا الشيء راه عارفينه وعارفين كاين القانون. كاين قال لك هي راه ما خلات ما دارت وداك الشيء، هذا الشيء كامل. ولا كان عي تمثيليه خوتي غتكون نظريه وحده اخرى، حيت من اليوتيوب مؤخرا اي حاجه تقدر توقعها باش ما يبقاش فيكم الحال لا من سميه ولا من ايمان ولا من هو ولا. شوفوا هذا الشيء عادي جدا، باش بنادم تهبط له المحتوى ولا تيبغي يطلع واحد القناه وخصو هذه تيديروا واحد المسلسل. ولكن حنا غنشوفوا هذا المسلسل النهايه ديالو فين غتكون، وغنشوفوا هذه القصه د ايمان اللي دايره واحد الضجه كبيره، ما ان الخيانه راه عادات، تخانوا عادات تزوجوا عليهم وما داروش هادشي اللي دارت ايمان. ولكن اخوتي غنشوفوا هذا المسلسل فين غادي، وشكون اللي عنده الحق، واش ايمان ولا سميه ولا شكون الظالم. خليكم معايا وغنجيبكم الجديد، وشكرا لكم والى اللقاء.